ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوني، انا اسمي تمارا، والنهارده هقول لكم وصفه حلوه جدا للشفايف. بتفتحها وبترطبها جدا، وكمان بتكبر الشفايف. لو عندك اي مناسبه اعمليها على طول قبل المناسبه، هتلاقي شفايفك كبرت ومترطبه جدا وفاتحه. ماشي، بس قبل ما اقول لكم على الوصفه، انزلوا اشتركوا في القناه وتدوسوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجه هنخش المطبخ، نجيب قرفه، نقطة زيت زيتون وليمون. هنعصر الليمون، نحط نقطتين كده قرفة، هنعصر الليمون على القرفة، هنخلط التلاتة مع بعض، الليمون وزيت الزيتون والقرفة. انا خلطت المكونات كويس قوي. بصوا، انا خلطت المكونات بتاعتي، القرفة والليمون وزيت الزيتون. ودلوقتي هبدأ بعد ما تخلصي الوصفة دي، ادعكي الشفايف كويس قوي بالخلطة دي. ادعكيها وسيبيها مثلا دقيقتين لثلاث دقايق على شفايفك. وابدأي قشري فيها، يعني حطيها وبحركات دائرية على الشفايف. هتبدأي تحطي الماسك ده على شفايفك بحركات دائرية، وهتسيبيه من دقيقتين لثلاث دقايق. ماشي، بعد كده تبدأي تشطفي شفايفك. هتلاقي شفايفك كبرت، بس الشفايف هتكبر مؤقتا. مثلا قلت راحة مناسبة، هتكبر بس مؤقتا، مش دايم. يعني انت قبل المناسبة على شفايفك تكبر، او انت خارجة اعمليها قبل الخروج على طول. بس مع الاستمرار هتفتح الشفايف وهتديها لون وردي تحفة تحفة. الطريقة دي يا بنات وبتشيلك اي غمقان وبترطبها جدا. اهم حاجة انت تواظبي عليها، اعمليها مثلا مرتين في الاسبوع او قبل اي خروجة. اعملي الوصفة الحلوة دي. يلا بقى، لو عجبكم الفيديو بتاعي انزلوا اشتركوا في القناة وتدوسوا لايك. مع السلامة.